النهارده هنعمل مع بعض الناجتس، تقريبا هي هتبقى زي بره بالظبط ويمكن احلى. هوريها لكم بطريقتين للتسويه، وكمان هوريكم ازاي تفرزنوها وتحفظوها في الفريزر. تعالوا مع بعض نشوف المقادير سوا. عندنا اول حاجه هو رغيف من الفينو، ده كان بايت عندي فانا هبتدي ان انا استخدمه، وكمان عندنا صدرين مخليين، وهنبتدي ان احنا نقطع الكلام ده كله وعلى الكبه نفرمه. اول حاجه هحطها في الكبه هو الفينو عشان يبقى قريب من السكين، عشان هو اللي يتفرم الاول، وبعدين هحط الفراخ بعدها، وكمان هحط التوابل مع بعض. التوابل اللي احنا هنستخدمها عباره عن نص معلقه كبيره من البابريكا، نص معلقه كبيره من الثوم المفروم، ممكن هنا تقللوه شويه لكن طبعا هو بيدي طعم كده مميز للفراخ او للناجتس. هنا بقى اختياري بس برضو بيديها طعم مختلف من بعيد كده، اللي هو معلقة كبيرة من الصويا صوص بس الفاتح أهم حاجة، نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، وكمان هنضيف نص معلقة صغيرة من الملح. خدوا بالكم هنا طبعا الملح مع الصويا لازم يبقى متوازن بنسبة كبيرة. بعد كده هبتدي ان انا افرم الكلام ده واجيب اي لوح تقطيع عندكم وتحطوا عليه كيس، وبعدين احط الفراخ عليه المفرومة، وابتدي ان انا اسوي شويه وبعدين افرده على اللوح. ده انا حطيت على اللوح عشان يسهل لي في الفرد، ان انا عايزاه يبقى مربع كده او مستطيل، بحيث ان انا لما اجي اقطعه يبقى سهل عليا. هنا بوريكم قد ايه ان هو مش بيلزق، لان طبعا فيه الفينو، وفي نفس الوقت وانا جايه احط الكيس التاني على الفراخ هحط بس نقطه زيت كده عشان ابتدي احط الكيس ويبقى سهل، وانا جايه اشيل الكيس ما يبقاش بيلزق يعني. بعد ما بسويه كويس ببتدي ان انا اقطعه بالسكينه الحجم اللي انتوا عايزينه، بس طبعا احنا بنقرب قوي الشكل، فبالتالي هعمله الاحجام اللي قريبه من الشكل اللي احنا بنجيبه من بره او زي اللي احنا بنشوفه من بره. بعد كده هجيب صينيه كبيره واروح سحبه الكيس مره واحده وحطاه في الفريزر شويه يرتاح، قبل ما ابتدي ان انا اشكله اخر تشكيل، وابتدي احطه بقى في الحاجه اللي هو الكراست اللي احنا هنحطه، او التغليف اللي هنعمله بالبيض، والتغليف اللي هنعمله بالبقسماط. هنا انا بجهز البيض عندنا بيضتين وشويه لبن صغيرين وفلفل اسمر وملح. بعد كده هجهز البقسماط. انا في ساعات بتبل البقسماط لكن البقسماط ده ما كانش متبل، بس هحط عليه معلقه كبيره من دي كانت حاجات بتاعه البانيه عامه، وانا حطيت معلقه كبيره، واحط عشان هو الملح ممكن ميبقاش مظبوط فبحط رشه ملح وفلفل. بعد كده انا حطيته شويه صغيرين في الفريزر، هبتدي ان انا اسويه بس عشان يبقى حجم واحد، هبتدي ان انا اشكله بطريقه بس بسيطه زي ما انا بعمل كده، بحيث ان يبقى الشكل مظبوط قوي على قد ما اقدر. ممكن ما تعملوش الخطوه دي خالص، يعني تاخدوه من هو متقطع وتبتدوا ان انتوا تدخلوه في التغليف البيض مع اللبن مع البقسماط. هنا ماسك نفسه بس مش متفرزن لدرجة ان انتوا متعرفوش تتحكموا فيه او تشكلوه. هنا يعني هادي وساقع شوية لكن ماسك نفسه عشان اقدر ابتدي ان انا اشتغل فيه في التغليف. ده شكله بعد ما اتغلف وهبتدي ان انا اخلص الكمية كلها. وبعد كده تعالى اوريكم بقى عملنا كام قطعة تقريبا من الناجتس بالصدرين المخليين. عملنا تقريبا كانوا 26. طبعا ده على حسب الحجم اللي انا مختاره، لو صغرتوه شويه هيطلع ازيد، لو كبرتوه شويه او يعني خليته سميك اكتر هيطلع اقل شويه. طيب طريقه التفريز ازاي؟ انا بجيب علبه دي كده بتتحط في الفريزر، وبجيب كيس بلاستيك وبفتحه وبحطهم زي ما انتم شايفين كده جنب بعض، ما يبقوش فوق بعض وملزقين على بعض، لا. وابتدي ان انا الكيس اروح منزلاه وحطاه بالشكل ده. هنا العلب دي عندي بتتحط فوق بعضها، يعني غطاها واحد بس هي العلب بتبقى غطيان لبعضها، فانا هحطه
احطه على علبة تانية انا مفرزنة فيها حاجة وادخله الفريزر، وكده يبقى انتوا عندكم ناجتس جاهزة وحطينا في الفريزر على طول للتسوية. اول طريقة للتسوية هنعملها سوا هي الطريقة اللي احنا نحط في الاير فراير، او اللي هي الطريقة الصحية. برشه بالزيت، هنحطه في القلاية الكهربائية طبعا بالجنبين برشه، احطه يا اما في القلاية يا اما في الفرن. انا طبعا القلاية اسهل فهحطه في القلاية. تاني طريقة للتسوية هنعملها سوا ان احنا نقليه في الزيت، اللي هو الطريقة المعتادة عليها. هنبتدي ان احنا نقليه سوا. ما تنسوش هنا لما تيجوا تطلعوه في حاجة زي ما اوريكوا شبكة، بس ما تبقاش عليها المناديل. انا حاطة المناديل من تحتها بحيث ان هو يفضل محافظ على القرمشة بتاعته حتى وهو سخن. ده بعد ما خلصنا كل انواع التسوية. اول 4 اوريها لكم دول اللي هم كانوا في القلاية الكهربائية، والباقيين اللي احنا قليناهم. تعالوا اوريكم بقى صوت القرمشة، او انا اوريها لكم من جوه الاول. تعالوا نشوفه من جوه، وكمان شوفوا اسمعوا صوت القرمشة. وبس كده، اشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.